السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. زي ما احنا عارفين بداية السنة دي كانت وحشة جدا في برنامج نقط تشغيل جوجل. كتير من الحسابات وقفت، وكمان كتير من الحسابات الجايزة الأسبوعية اتوقفت عندها. كمان من الصعب الوقت تجميع النقط، لأن سياسات الوقت لازم عشان تجمع نقط من خلال التطبيقات لازم تنزل التطبيقات، وبتقعد 3 4 أيام لحد ما التطبيقات النقط بتاعتها تنزل. كمان لازم تنزل التطبيق اللي هو هيديلك مثلا 5 نقط أو 10 نقط، وتجربه على الأقل ربع ساعة نص ساعة. فالموضوع بقى صعب جدا. وكمان في حسابات كتيرة كانت فيها الجائزة الأسبوعية واتوقفت، زي الحساب اللي عندي دوت. زي ما انتم شايفين عندي 51 نقطة وكنت مجمع فيه نقط كتير، الحساب ده اتوقف فيه الجائزة الأسبوعية. يعني هنا عندي مفيش عروض اهو كمان. وكمان لو دخلت كده في المزايا هلاقي الجائزة الأسبوعية وقفت. وعشان نرجع الجائزة الأسبوعية ونبدأ نجمع النقط من أول وجديد لازم أضيف وسيلة دفع صالحة بالدفع بالدولار، واشتري على الأقل كتابين، كل كتاب ب1 سنت. الناس هتسألني أجيب منين وسيلة دفع؟ عندنا منصة باي بيت تقدر من خلالها تسجل وتوثق بسهولة جدا، وكمان تعمل فيزا افتراضية جميلة جدا بتدفع بيها بالدولار، بتقبل اللي هي الدفع لحد 1 سنت وانت طالع. وجميلة جدا. ولو سجلت، يعني كانوا منزلين عرض في شهر 12 ان انت لو سجلت وكمان بعت دعوة لحد وسجل من خلالك بيجيلك انت 20 دولار، وبيجي اللي سجل من خلالك 10 دولار. بس بتأخر الهدية بتوصل بعد شهر أو شهر وشوية من عملية التسجيل ومن أول عملية شراء من خلال الفيزا. فالموضوع حلو جدا. هسيب لكم رابط الإحالة بتاعي أسفل الفيديو اللي عايز يسجل من خلاله، أو اللي عايز يسجل على المنصة. بس منصة جميلة جدا وفيزا افتراضية جميلة جدا. فاحنا هنضيف فيزا افتراضية هنا بتاعة باي بت، ونعمل عمليتين شراء ب1 سنت، وهنشوف معاكم ازاي الجائزة الأسبوعية هتتفعل تاني. تمام كده كده. ضفنا الفيزا الافتراضية ونبدأ بقى ندخل ندور على كتاب ب1 سنت. هنلاقي في كتاب اهوت، هتلاقي في حاجات زي عروض. عندي كتاب معرفش الراجل اللي قاعد لوحده دوت. هندخل كده وهنلاقي تمنه 1 سنت، نضغط عليه ونعمل عملية الشراء. طبعا هنختار الفيزا اللي هي شغالة، دي مش شغالة. الفيزا التانية هنعمل شراء. هندخل كلمة السر وهننتظر لحد ما يتم عملية الشراء. تمام، اكتمل الدفع بنجاح. هنقول له تمام كده، وندور على كتاب تاني برضو ب1 سنت. هنلاقي برضو في كتب تانية هي برضو ب1 سنت. نخلي بالنا كده عشان ما نشتريش كتاب يكون غالي شوية. عندي برضو الكتاب ده ب1 سنت عليه شوية ورد وحاجة حلوة كده. هنضغط شراء. تمام، نتأكد ب1 سنت ونعمل هنا انقر للشراء. جري المعالجة. تمت عملية الدفع. كده احنا عملنا عمليتين شراء من خلال الكتب، واشترينا كتابين كل واحد ب1 سنت. نرجع كده ونشوف الجائزة الأسبوعية اتفعلت ولا لأ. لو احنا لاحظنا الحساب اللي كان عندنا اهوت، زي ما احنا شايفين اهوت، اللي كان موجود في أول الفيديو عندي 51 نقطة فوق. دخلنا كده في المزايا هنلاقي الجائزة الأسبوعية اتفعلت معايا. زي ما انتم شايفين الجائزة الأسبوعية ظهرت معايا، وإن شاء الله يوم 24 يناير نقدر نفتح جائزة أسبوعية تاني ونستفيد بالنقط ونجمع النقط. زي ما احنا عارفين 100 نقطة في الحساب الأمريكي بيساوي 1 دولار. نقدر بعد كده نشتري الألعاب اللي احنا عايزينها أو نشتري اللي احنا عايزينه من خلال جوجل بلاي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.